يلا لو عندك بقى صدر فرخة حلو كده في التلاجة، يلا طلعيه وتعالي نعمل احلى كفتة فراخ طعمها ولا احلى من كده. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعة للورندا. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه، واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايدة للجميع. واتكلمنا كتير ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. هنا انا هشتغل على نص كيلو من الفراخ المفرومه. صدر فرخه حلو كده مسكته فرمته، وهنعمل بيه كفته الفراخ بتاعت النهارده. طيب هنحط توابل ايه او مكوناتنا ايه؟ هنا بصلايه مفرومه ناعم مش مصفيه منها الميه موجوده. قرن فلفل رومي، عايزه تبدليه بسبايسي مفيش مشكله. حزمة او ربطة كزبرة، ربطة بقدونس مفروم. التوابل بتاعتنا بقى ملح وفلفل اسود ونص معلقة بابريكا ومعلقة نشا كبيرة ونص معلقة وربع معلقة حبهان مطحون وربع معلقة ورق لوري مطحون ونص معلقة بهارات فراخ ونص معلقة من البيكنج باودر. هي دي التوابل بتاعتنا. هنبدأ بقى نحط كل الحاجات دي كلها على بعضها كده، البقدونس والبصل والتوابل والفلفل. اخر حاجة هنحطها في المكونات بتاعتنا معلقتين من البقسماط المطحون، معلقتين من البقسماط، عشان انا هنا مش مصفيه البصلايه. انا عايزه ميه البصل بتدي طعم طبعا حلو، فمحبتش ان انا اصفيها وحطيت هنا معلقتين البقسماط. هعجنها بقى كويس جدا، عندي كبه ماشي بايديكي ماشي. هنا بعد ما عجناها هنحطها في التلاجة لمدة نص ساعة ترتاح. بعد بقى ما حطيناها في التلاجة طلعت معانا كده، هنجيب بقى بولة حلوة كده وهنحط فيها مية بصل وكمان معلقتين من الزيت. هنا بقى صبعي باي حاجه، عايزه تصبعي على معلقه مفيش مشكله، عايزه تصبعي على شيش طاووق ده صبعي مفيش، عصايه الشيش طاووق زي ما انا عايزه تصبعي على شيش طاووق كده برضو مفيش مشكله. المهم هنصبعها كده بالشكل دوت. وطبعا بنبل ايدينا بميه البصل والزيت عشان نعرف نصبعها كويس، وبعد كده بتتصبع بالشكل ده. بعد كده بقى بحطها كده في الصينيه اهي، وهكمل بقى كل الكميه دي على كده. هتطلع معانا بقى بالشكل الحلو ده. هندخلها على طول في الفرن في الرف اللي في النص على الشبكه، ما بتاخدش وما تطوليش عليها عشان ما تنشفش. وطلعت هنا معانا احلى طبق كفته مع شويه مكرونه، شويه مع رغيفين عيش وحاجه كده زي السكر، شويه سلطه. تبارك الله. حبايبي ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وكان خفيف عليكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد في وصفه جديده من منوعات لولو رندا. مع السلامه.